السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا لنهار اليوم اللي هي المشوك، يعني اللي نخدم به المشاريع ونخدم به طلبيات تاعي. وصفه مضمونه 100%. يجيك المشوك ما شاء الله معسل للقلب، الحبه قد اختها يجيك من اروع ما يكون. الحبه تذوب في الفم طريه معسله ما شاء الله، ما يتشبعش كامل. اللي بغات هذه الوصفه ولا الوصفات الجايه يلحقوها كامل ويدخلها اشعار باللي القناه تاعي حطت فيديو، ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وخلي لي بصمه على الفيديو، يعني تخلي الجام باش يوصلك كل جديد. بسم الله، نبداو على بركة الله بدون إطالة حبيباتي. قبل هذا ما تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فوتوا المقادير وطريقة التحضير. لهنا راح نحط 250 غرام مارغرين تكون طريه بدرجه حراره المطبخ ولا الغرفه تاعكم. تقدروا يعني تضاعفوا المكونات عادي براحتكم، سيختو اللي يخدموا المشاريع يعني تخدموا بالرطل احسن. انا هذه 250 غرام تخرج لي من 70 حبه حتى ل 80 حبه نتاع مشوك، ويجي صراحه يذوب في الفم، يجي رائع، يقطع لك كميه كبيره. انا لهنا قسمت غير الباطه هذه تاع 500 غرام، قسمتها على زوج، وراح نزيد حبة عباية كاملة وثلاث حبات نتاع صفار، يعني البياض نخلوه نحتاجوهم بعدا في المشوك تاعنا. حبة بيض كاملة، ثلاثة تاع الصفار. عندي كاس نتاع كاوكاو محمص ومرحي، تقدروا ديروه بالقشور ولا ديروه عادي. عندي كاس ناقص غير شوية نتاع سكر، يعني قريب مملوء. كاس ناقص غير اصبع نتاع سكر ناعم، راح نغربلها هكا. البنات عرفوا السكر هذاك تبقى فيه هذاك يتحجرس شغل يقعد فيه هكا كالحجر. المهم غربلوه كامل، وراح نزيد رشه تاع الملح وشويه تاع لافاني، باتاروم تاع لافاني، ولا ديروا لافاني هذه تاع الاكياس. يعني انا راح نزيد البنات هادو زوج اكياس تاع سكر فاني هكا باش يعني يجيني من السم. وراح نزيد كاس مملوء نتاع النشا، هذا اللي راح يزيدنا الطراوه، يزيدنا هذيك البنه، يعني يخلي المشوك تاعكم يشرب العسيله. المهم راح نخلط لهنا غير بسباتيل هكا. تقدروا تخلطوا بيدكم كما تقدروا تخلطوا بالخلاط الكهربائي عادي، يعني كل وحده وكما تبغي. انا لهنا الزبده تاعي كانت دايبه مليح، شوفوا تما خدمتها غير بسباتيل هكا مليح مليح مليح. ونبقى نزيد في الفارينه ولا في النواشف، يعني عندي غير الفارينه. حطينا نشا كما تعرفوا البنات، ما تخلطوهاش بزاف بالخلاط الكهربائي اذا استعملتوه، يعني خلطوا جميع المكونات ونشا خلوها يعني في الاخير مع الفارينه. انا خلطت غير بسباتيل، ثم خدمت عادي حطيتها مع المكونات دمجتهم مليح. وراح نبقى نزيد في الفارينه اللي تكون مغربله ولا غربلوها. نزيدها تدريجيا حبيباتي مع كيس خميره كيميائيه ما يعادل 10 غرام. لهنا راح نبقى نخلط بيدي يا حبيباتي. راح نستعمل يدي لهنا ندمج مليح الخليط، يعني الفارينه ندخلها مليح مع المارغرين ولا الزبده. لهنا ملاحظه حبيباتي، كل 250 غرام مارغرين تدي لك حوالي 500 غرام تاع الفارينه، ثم تضاعفي الفارينه للزبده. متفاهمين؟ المهم هذه هي قاعده تاع الصابلي ولا قاعده تاع الحلويات، وكل وحده ونوعيه تاع الفارينه تاعها. انت حطي 500 غرام فارينه مغربله حداك، وبدي تضيفي فيها شوي بشوي. قادر تديها لك كامل كما قادر تدي لك غير شويه، يعني قادر يبقى لك شويه من الخليط تاع الفارينه. المهم حبيباتي لهنا راح نجمع فيها، نخليها عجينه يعني تكون طريه ما تكونش قاصحه بزاف، ونرجع معاكم. لهنا بعد ما لميتها حبيباتي، شوفوا لاباط تاعي راهي طريه، ما تنشفوهاش بزاف. وكاين لي فارينه تاعهم ديجا تزيد تنشف شويه، خلوها طريه. وتقدروا تجيبوا الميزان لهنا، ديروا حجم الكريه من 25 حتى ل 28 غرام باش ما تجيكمش الحبه كبيره بزاف وما تجيكمش صغيره. بالنسبه لي يعني اللي يخدموها كمشاريع. المهم حبيباتي لهنا واش درت، يعني باش نتحصلوا على هذيك الحبه تاع المشوك هكا، كنت خلطت يعني الكاوكاو محمص شويه في الابيض، يعني محمص رايح للابيض شويه رايح للذهبي هكا، يعني باش نتحصل على واحد اللون تاع المشوك تاعي بعد ما يطيب، لون بزاف رائع. وتحصلوا على المشوك هذاك يعني جاي ما شاء الله. جبت هذاك بياض البيض اللي راح ندربه شويه بالفرشيطه، ونحط فيه كامل الحبات نتاع المشوك تاعي. كيما قلت لكم الحبات ما تكبروهمش بزاف، يعني من 25 غرام حتى ل 28 غرام الحبه هذيك هي. راح نزيد نفوتها في بياض البيض، نقطروها مليح من هذاك بياض البيض، ونحطها في الكاوكاو نتاعي. البنات لهنا كاين اللي دير الكاوكاو تاعها يعني محمص ومرحي بالقشور عادي، تقدري ديري. انا قلت لكم كنت خلطت يعني بين الكاوكاو محمص الابيض وكاوكاو محمص رايح للذهبي. احنا رمض فيه الحبات كامل، رمضوهم من كامل الجهات، يعني رمضوهم مليح. ومن الافضل يعني تقطروا مليح هذاك بيض البيض باش ما يخسر لكمش الكاوكاو تاعكم. وراح نجيب الحبات هكا نلمها، نعاود نكورها بيدي ونحطها في الكيسات. يعني البلا هذا ني موجداته معمراته كامل بالكيسات باش يطيبوا مباشره في الكيسات حبيباتي، ونعسلوهم مباشره. شوفوا حجم الحبه كيفاه داير.
بعد ما تحطوا الحبه تاع الكيس في الكيسات تاع الحلوى، تضغطوا عليها غير شويه حبيباتي. اللي بغات يعني دير التزيين تاعها بلوز ولا حبه تاع الكاوكاو، يعني ترشقها من الفوق، يعني تدخل هذيك الحبه تاع الكاوكاو من الفوق في الحبه، يعني هكا راح تتشقق لك مليح. واللي ما بغاتش يعني تحط الحبه وتضغط عليها. انا راح ندير التزيين تاع المشوك تاعي بالسيريز. لهنا راح نكمل كامل كميه حبيباتي، ونشعل الفرن على 180 درجه ولا 170 درجه من الاسفل، ونزيد نحمرهم غير شويه من الفوق، وتكون الحبه تاعي طايبه. عطوهم وقتهم في الطياب غالياتي هكا باش ما يجوكمش معجنين ويجوا طايبين مليح كما يقولوا على حبه. شوفوا اللون تاعهم حبيباتي كيفاه يجي، يعني ميلونج بين الكاوكاو الابيض محمص والكاوكاو المحمص رايح للذهبي، يجي بزاف رائع. مام في المذاق تاعهم يعني يجي بزاف رائع. لهنا بعد ما طابت لي يعني المشوك تحمرت لي من التحت، وزدتها يعني عطيتها تحميره خفيفه من الفوق، راح نجيب لكل حبه تاع مشوك نجيب لها ملعقه كبيره مملوءه نتاع العسل، وتخلوه لهنايا يتشرب مليح. كي تشوفوه يعني تشرب تقدروا تزيدوا له حاجه خفيفه من الفوق باش هكا يعني يجيكم مشرب للقلب. يعني تقدروا تزيدوا له ملعقه واحده اخرى اذا شفتوه تشرب مليح. لهنا راح نخليه يتشرب حبيباتي. قلت لكم كل حبه تاع مشوك ندير لها ملعقه كبيره نتاع العسل، نخليه يتشرب، ومن بعد نفوت عليهم كامل حوالي ملعقه ولا نص ملعقه نشربه مليح. وحاولوا يعني بلا ما توسخوا هذوك الكيسات شربوا الحبات تاعكم، ومن بعد نفوتوا للتزيين. التزيين غالياتي لهنا كل واحده وكيفاش تبغي تزين المشوك تاعها. كاين اللي تبغي دير سيريز والحبات تاع اللوز من الفوق ولا بندق، ولا كل واحده وكيفاش تبغي التزيين تاعها. انا جبت هاد لي سيريز، هذه يعني الكميه راح دير لي كامل الكميه تاع المشوك اللي درتها. تقسموا الحبه على زوج وتحطوها هكا من الفوق. كاين اللي تبغي تغطسها عفوا في العسل وتحطها هكا من الفوق يعني في الحبه تاع المشوك. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم حبيباتي. هاد المشوك بزاف شباب، الوصفه بزاف ناجحه، نتمنى ان شاء الله ديروها يعني لافراحكم ولا تخدموها كمشاريع. يجي بزاف بنين وبزاف معسل ومشرب للقلب. لهنا ما عليا نقول لكم غير جربوه وخليكم في امان الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.